معلم مساعد محافظ دمياط. انا مشكلتنا بتتلخص تمام. محمد مشكلتنا بتتلخص ببساطه ان احنا تعيينات مؤقته دفعه 98 سنه 98 و99 و97. فطبعا الناس دي يعني النهارده اتاخر تعييننا 13 سنه 14 سنه و15 سنه. فاحنا تعيينات محافظ مش تعيينات وزاره. فطبعا احنا خدنا وعد بان التثبيت هيجي بعد 6 شهور من اول عقد. تم اول عقد خدنا فيه 3 شهور وقالوا هنجدد، وبعد ما تجدد يجب التثبيت او محاكي التثبيت. بالك قد ايه مؤقت؟ بقالي سنه، العقد بتاعي بقاله سنه. ايوه. فطبعا يجوا بعد كده طلعوا لنا عضو نزل على الصفحه بتاعت التربيه والتعليم ان المعلمين المساعدين طلع لهم قرار تثبيت 26/12/2012. ففوجئنا بعد كده ان هم اجلوها عشان الماليات، قالوا مش هنقدر دلوقتي عشان الماليات مش هتساعدنا والبلد واقعه وماشي. فجينا بعد كده طلع قرار جديد لغى كل الكلام القديم ده وبيقولوا مش هنثبت قبل سنتين. فالوقفه دي احنا النهارده عندنا 37 سنه و 38 سنه، بس النهارده ما عادش يسمع انها نستنى لسه سنتين و3 سنين. لان طبعا احنا لينا سن معين بنطلع بيه على المعاش. فزمايلنا النهارده درجات انت اقل واحد من الواقفين هنا دول عنده 36 سنه. فجينا مره واثنين وثلاثه بنحاول نعمل المحافظ نعرض مشكلتنا. فالمحافظ مره يقول لنا لقاء مع السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم، برضه ما فيش مناسبه يقابلنا. السيد نقيب المعلمين برضه مفيش استجابه. المطالب كله تسكين زي ما انت شايف. حتى الوقفه اللي انت شايفها دي لغايه دلوقتي بقى لنا اكتر من ساعه ونص واقفين، يعني ما فيش حد بيفكر ينزل يقول ايه طب انتوا طلباتكم ايه؟ تمام. بس انتك فيعني احنا يعني اهم المطالب التثبيت. المطالب التثبيت احنا عارفين هي فيها شقين مادي ومعنوي. احنا عايزين المعنوي لان احنا ناس كتير النهارده بندور على المعنوي قبل المادي. يعني مش شرط دلوقتي اخد المادي، مش عايزه ثاني مش عايزه اثنين، بس انا عايزه على الاقل يكون لي معنوي. انا النهارده ابني ما يسالني ما بقاش راجل 37 او 38 سنه وابني اقول له انا لسه ابني معلم مساعد يعني بقلم ورصاص. ففي وقت لو مدير المدرسه زعل مني يكتب لي غير متعاون ويلغي لي العقد بتاعي وخلاص. فطبعا ده يعني وضع ما لا يرضى به السيد وزير التربيه والتعليم ولا يرضى به اي حد. فيجب ان احنا يتنظر لها نظره خاصه شويه. تمام. المعلمين يعني الدفعات المتاخره او التعيين دي يتنظر لها نظره خاصه شويه. ما يبقاش ما يبقاش اتظلمنا مرتين يعني. واخت منى برضه من يا اخت منى. احنا زمايلنا اخت منى اوائل يا استاذ. احنا حاليا دلوقتي مدرسينا اللي معانا في المدرسه بقى مدرسين اوائل، غير من ان احنا بنشتغل كل يوم بنسافر 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، فوق كل ده بيخصموا المرتب. طيب انت النهارده في الشعب لما طلع عليك 6 شهور وتثبت اشتغلنا 3 شهور وبيدوا لنا عقد ثاني السنه. النهارده بنسمع اللي هو على حسب تقارير المديرين لو انت مش متعاون هتمشي بعد ايه؟ بعد ما نقعد 13 سنه بعد كده في الاخر نقول مع السلامه. ده مش عجز، ده ما يرضيش حد، ده ما يرضيش حد. زمايلنا كلهم دلوقتي مدرسين اوائل، كلهم النهارده بيشتغلوا بجهدهم، كلهم النهارده مرتباتهم عاليه، واحنا النهارده بنشتغل النهار كله بيروح عشان خاطر 400 جنيه ولا 500 جنيه. اقل واحد فينا مبوظ مصلحته زي برضه مش راضيين في المواصلات. طب غير ما عندنا بندفع كمان من جيوبنا، في الاخر نقول مع السلامه. لا يبقى ده ظلم وافتراء، محدش يقدر كده ابدا. يعني انا من دمياط ومعانا قرارات المفروض احنا بناخد 450 جنيه. معناها في اسيوط بياخدوا 602. او من المنيا او مدارس قرى الصور بتاخد ما نص منها ولا مليم اللي هي في نفس محافظتي. ماليش دعوه. هم بدأوا نفسين معانا ليه؟ بدأوا معانا ليه؟ احنا 38 سنه 38 سنه ولسه دار على التثبيت. ليه؟ احنا عاوزين نثبت نفضل ومش عاوزين فلوس. 14 سنه مرمي في الشارع. ليه؟ في موضوع اكتر النهارده في موضوع التعاقد ده. موضوع التعاقد ممكن اخد اجازه اكتر من 10 ايام و20 يوم مرضي والخاص من الراتب بتاعي. طب افرض احنا كلنا ماشيين على الطريق، ممكن واحد يحصل له حادثه، ممكن واحد يمرض اكتر من ذلك يتم الفسخ مع حضرتك، يتم فسخ العقد تعسفا كده على طول. يبقى انت مثلا متعاقد شغال بالك سنه ونص عشان حصل لك ظرف لا قدر الله، حصلت لك اصابه، حصل لك ظرف مادي، حصل لك اي ظروف، يلغي لك عقدك في الشارع مباشره. ده يرضي مين؟
هل ده عدل؟ ده من العدل في نفس الوقت. بقى لك 500 جنيه قلنا ماشي، فجأة بقى 400. هي دي النهضة؟ يعني سايب الناس اللي بتاخد بيت الالافات وجاي يدور على الناس اللي بتاخد منها 300 جنيه، دي النهضة يا فندم؟ يعني مش عارفين الحد الادنى. القانون الجديد بتاع الكادر اللي هو قانون 93 لسنة 2012 المادة 73 بتنص ان من حق المحافظ ان هو يعين من امضى عام على الاقل بشرط استيفاء الشروط دي اللي هي اجتياز اختبارات الأكاديمية المهنية، وهم معطلين لنا الاختبارات عشان ما يثبتوناش. في مجموعة امبارح كان عليها تدريب، الغوا التدريب وما عرفوش ايه السبب ان التدريب اتلغى، فالأكاديمية معطلة التدريب بتاعنا. احنا ما عندناش مانع ان احنا نتدرب، هو الموضوع كله هياخد اسبوعين. في زملاء لنا راحوا قاعة مجهزة، والمدرب راح وجالهم تليفون الغاء التدريب. ده زائد ان احنا كلنا متعينين لسد عجز ومتعينين في اماكن بعيد عن بيوتنا. يعني انا تقريبا بيني وبين مدرسة 35 كيلو، بنصرف 200 جنيه في الشهر ومرتبنا 450 جنيه. هل اي مسؤول يرضى ان هو يعيش ب 250 جنيه ويعيش بيته واولاده ب 250 جنيه؟ واحب اكد ان مفيش اي نهضة ومفيش اي نهضة بالبلد الا ما نشوف حل المعلم. لازم المعلم يبقى ياخد حقوقه كاملة، عشان المعلم هو اساس النهضة لاي دولة. تمام. تابع بقى موقع المصريون.